مساء الخير. ردا على النتن ياهو بموضوع انه نزع السلاح من الجنوب السوري اللي هي اخواتنا بالسويدة واخواتنا بدرعا والقنيطرة. طالع وعامل حاله وصي على اخواتنا بالسويدة انه اي مضايقات لاهل السويدة نحن سنرد بحزم وقوة. فنحن بنحب نقول لك انه نحن كسوريين ان شاء الله يد وحده، ما في تفرقة بيناتنا، اخوات، تربطنا علاقات وطيدة كشعب سوري، تربطنا اخوة كسوريين، بيناتنا لحمة كتير قوية. وبعد ما طلع بتصريحه النتن، اهلنا بالسويدة، اهل النشامة بالسويدة بجبل العرب طلعوا مباشرة بمظاهرات بساحة الكرامة تنديد لبيان النتنياهو. فنحن بنحب نقول لك انه نحن كسوريين يد وحده ان شاء الله، ما بيفرقنا شيء باذن الله تعالى. يعني يمكن كان الاسد بفتره من الفترات عم يحاول يفرق ما بيناتنا، لكن الوعي السوري اكبر من هيك طلع، والناس الواعيه بسوريا والناس العقلاء بسوريا عرفوا المخطط وين ماشي. ونحن ان شاء الله ما بيفرقنا شيء بجميع شرائحنا وطوائفنا وادياننا. نحن ناس متعايشين بسوريا باذن الله ومجبولين بهالتراب كلنا، ما في تفرقه بيناتنا. فنحن اهل جبل العرب على راسنا من فوق، كل الطوائف وكل الناس بسوريا على راسنا من فوق. نحن اهل بسوريا، ما في داعي تطلع حضرتك وتعمل لي هالبرغنده هي وتبييض الطناجر في سبيل انك تجر ضعاف النفوس. ما بدنا نقول انه كسوريين كلهم، لا، في ضعاف نفوس، لكن قلال الحمد لله بسوريا ضعاف النفوس. الناس اللي هي فهمانه اللعبه بسوريا ناس فهمانه وواعيه يعني. فبنطلب من اهلنا السوريين بمظاهرات ضد النتن وقراره والبيان اللي طلع فيه، مظاهرات بكافه سوريا للوحده السوريه والاخوه السوريه، لنورجي العدو الغاشم بأنه نحن يد وحدة إن شاء الله، مستحيل يفرقنا شيء، وسوريا للسوريين ونحن مجبولين بتراب الوطن. ويسعد مساكم.